الوقائع المصرية العدد 85 في 24 أغسطس سنة 1946. قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وفقاً لآخر تعديل صادر في 6 مارس عام 2022. نحن فاروق الأول ملك مصر. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. الباب الأول في مكتب الشهر العقاري. مادة 1. ينشأ في المديريات والمحافظات مكاتب للشهر العقاري تتولى شهر المحررات التي تقضي القوانين بتسجيلها أو بقيدها. 6. مادة 2. ملغى. 7. مادة 3. ملغى. 21. مادة 4. تلغى أقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية وتحل محلها مكاتب الشهر العقاري، ويحال ما بهذه الأقلام وما بمصلحة المساحة من السجلات والفهارس وغير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررات إلى هذه المكاتب. مادة 5. مصححة بمرسوم 29 سبتمبر 1947. يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه، وإذا كانت العقارات واقعة في دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب إجراء الشهر في كل مكتب منها، ولا يكون للشهر الذي يتم في أحد هذه المكاتب إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاصه، ويعد بكل مكتب فهرس للمحررات التي تم شهرها فيه، وتحرر الشهادات العقارية التي تطلب وفقا للبيانات الواردة في هذا الفهرس، ويبين في الشهادات قلم التسجيل الذي شهرت فيه المحررات متى كان شهرها سابقا على العمل بأحكام هذا القانون. مادة 6. تقوم مكاتب الشهر بما يأتي: 1. مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر. 2. إثبات المحررات في دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها. 3. تصوير المحررات التي يطلب شهرها. 4. حفظ أصول المحررات التي تشهر وموافاة الجهات المختصة بصورة منها. 5. إعداد فهارس للمحررات التي تشهر. 6. التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيس. 7. إعطاء الشهادات العقارية. 8. إعطاء صور من المحررات التي تم شهرها ومرفقاتها. 9. الترخيص بالاطلاع، الكشف النظري، كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية، وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية. 16. مادة 7. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب الشهر أصول المحررات التي تم شهرها، ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالشهر. مادة 8. يصدر وزير العدل قراراً باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنظم اللائحة دفاتر الشهر ودفاتر الفهارس، كما تبين التنظيم الداخلي لمكاتب الشهر العقاري والمأموريات التابعة لها وسير العمل فيها. 16. الباب الثاني في المحررات الواجب شهرها. مادة 9. جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، يجب شهرها بطريق التسجيل، ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. ويجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضي له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضي له بها في قسم أو ناحية معينة. ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضي له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو بجزء منها، سواء كان ذلك شائعا أو مفرزا، على حسب الأحوال. ملغى. ولا يسري حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة. مادة 10. جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها، ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير، ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموال موروثة. ويجوز للشريك الذي حصل على حكم نهائي بالقسمة أو بصحة التعاقد على القسمة أن يطلب قصر التسجيل على حصته ما لم يترتب على هذا الشهر إنهاء حالة الشيوع، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على نصيبه في قسم أو ناحية معينة. وعلى المكتب الذي تم فيه التسجيل أن يختر مكاتب شهر التي تقع بدائرتها باقي العقارات موضوع القسمة للتأشير بذلك. 9. مادة 10 مكررا. يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريبه بطريق التسجيل، ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادتين 968 و 969 من القانون المدني، أو الحيازة المصحوبة بسند ولو كان عرفية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل، ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بالحقوق المشار إليها قبل الغير. مادة 11. يجب تسجيل الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على 9 سنوات، والمخلصات والحوالات بأكثر من أجرة 3 سنوات مقدما، وكذلك الأحسام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة 9 سنوات بالنسبة للإيجارات والسندات، وفيما زاد على أجرة
3 سنوات بالنسبة للمخالصات والحوالة. مادة 12. جميع التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، يجب شرحها بطريق القيد، ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير. مادة 12 مكررا. لا يقبل إثبات تاريخ المحررات الواجب شهرها طبقا للمواد السابقة. مادة 13. يجب شهر حق الإرث بتسريع شهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية، وذلك بدون رسم. وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق، ويجوز أن يقصر شهر حق الإرث على جزء من عقارات التركة، وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة يبنى على أساسها تصرفات الورثة. مادة 14. يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل الشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها، ويحتاج بهذا التأشير من تاريخ فصوله. ومع ذلك إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه، فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بشهره قبل هذا التأشير. مادة 15. يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا، كدعاوي البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع، فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجل تلك الدعاوي. ويجب كذلك تسجيل دعاوي استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال، كما يجب تسجيل دعاوي صحة التعاقد على حقوق العينية العقارية. تحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول محكمة. مادة 16. يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوي المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى أو في هامش تسجيلها، ويتم التأشير بالنسب للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الأحكام. 10. مادة 17. يترتب على تسجيل الدعاوي المذكورة بالمادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تتقرى بختم المؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية الابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوي أو التأشير بها، ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن النية قبل التأشير أو تسجيل المنصوص عليهما في الفقرة السابقة. ولا يسري حكم الفقرة أولى من هذه المادة على الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضي 5 سنوات من تاريخ صورتها النهائية أو من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أيهما أطول. 16. مادة 15 مصححة بمرسوم 29 سبتمبر 1947. لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادة 14، فيأمر به القاضي إذا كان سند الدين مطعون فيه طعنا جديا. كذلك للطرف ذي الشأن أن يطلب إلى القاضي محو التأشير أو التسجيل المشار إليه في المادة 15، فيأمر به القاضي إذا تبين له أن الدعوى التي تأشر بها أو التي سجلت لم ترفع إلا لغرض كيدي بحت. مادة 19. لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد أو رهن، ولا التمسك بالحق النشي من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق، ولا التمسك كذلك بمحو القيد أو بالتمسك بمرتبة القيد إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي. مادة 19 مكررا. يعتبر الحق في التعويض عن أكل النهر في تطبيق أحكام هذا القانون في حكم الحقوق العينية العقارية. 3. الباب الثالث في إجراءات الشهر على وجه عموم. مادة 20. تتم إجراءات الشهر في جميع الأحوال بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم. مادة 20. تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير العدل، ويجب أن يكون موقعا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والإشهادات أو من يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوي والأحكام. كما يمكن تقديم طعن إلكترونيا على النوع الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 22. 24. مادة 22. مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونا يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون على ما يأتي. أولا البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنه من الأحكام النهائية المطلوبة شهرها. ثانيا خريطة رسمية رقمية مبينا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات. ثالثا السند القانوني لطلب التسجيل. رابعا إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على عقار محل التسجيل إن وجدت، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 24. مادة 22 مكررا. لا يقبل طلب الشهر ما لم يكن مستوفيا للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون ومرفقا بها مشروع المحرر المراد شهره، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب. 25. مادة 24 ملغى. 26. مادة 25 تدون الطلبات على حسب تواريخ وساعات تقديمها بدفتر يعد بذلك بالمأمورية. مادة 26 ملغى. 26. مادة 27 للمأمورية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفي البيانات فيما يتعلق بوصف العقار وأصل الملكية أو الحق العيني مما يكون قد قدم إليها من طلبات أو مستندات متى كانت لديها أصولها أو صورها، وفي هذه الحالة يجب تصوير كل مستند يستعان به على نفقة صاحب الشأن. مادة 27 مكررا. لصاحب الشأن عند الاقتداء أن يستصدر أمرا على عريضة من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار موضوع إجراءات الشهر بالترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته والحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الشهر، وأن يستصحب ابن فم الوقت في ذلك. تأطخر. مادة 28. بعد انتهاء المأمورية من مراجعة المحرر والتأشير عليه بصلاحيته للشهر، يتم توثيق المحرر أو التصديق عليه إن كان عرفياً على حسب الأحوال، وتخصص دفاتر بكل مأمورية لتوثيق المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها إذا كانت عرفية على حسب الأحوال، ثم ترفعه إلى المكتب التابعة له في اليوم التالي على الأكثر لتوثيق المحرر أو التصديق عليه لاستكمال إجراءات الشهر خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ وروده إلى المكتب. مادة 29 ملغاه. مادة 30 إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على البيانات الآتية: أولاً اسم الدائن ولقبه وصناعته ومحل إقامته ومحله المختار في دائرة المحكمة.
فإن لم يختر له محلا صح إعلان الأوراق إليه في قلم كتاب المحكمة. ثانياً، اسم المدين أو المالك الذي رتب الحق على ملكه إذا كان غير المدين، ولقبه وصناعته ومحل إقامته. ثالثاً، تاريخ السند والجهة التي تم أمامه أو صدر منها. رابعاً، مصدر الدين المضمون ومقداره كاملاً وميعاد استحقاقه. خامساً، بيان يتضمن تعيين العقار الذي رتب عليه الحق تعييناً دقيقاً. سادساً، في حالة رهن الحيازة العقاري بيان خاص بالتكليف وبالإيجار إلى الراهن إن نص عليه في عقد الرهن. مادة 31. يعد بالمكتب دفتر للشهر تثبت فيه المحررات وقوائم القيد على الأحوال بأرقام متتابعة وفقاً لتواريخ وساعات تقديمها. مادة 32. يحصل التأشير بما يفيد الشهر على المحررات الواجب شهرها بطريق التسييل، وعلى قوائم القيد في حالة المحررات الواجب شهرها بطريق القيد، ويتم التصوير والحفظ وغير ذلك من الإجراءات طبقاً للائحة التنفيذية. مادة 33. إذا قدم للمامورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد يجب أن تبحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية تدوينها في دفتر قيد الطلبات، ولا يجوز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه. مادة 34. ملغى. مادة 35. لمن أشار على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له، أو رفض طلبه أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبا بالقائمة على حسب الأحوال، وذلك خلال 10 أيام من وقت إبلاغه بقرار الاستيفاء أو الرفض، ويطلب من أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقما وقتيا بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه إن كان من المحررات العرفية، وبعد إيداع كفالة قدرها نصف في المئة من قيمة الالتزام الذي يتضمنه المحرر، على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على 1000 جنيه، تسترد في حالة الإبقاء على الرقم الوقتي، ويجب أن تبين في الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب. وفي هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقما وقتيا في دفتر الشهر المشار إليه في المادة 31 من هذا القانون ودفاتر الفهارس، وأن يرفع الأمر فورا إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع المكتب في دائرتها، ويصدر القاضي بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري قراراً مسبباً خلال 7 أيام من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بإلغائه تبعاً لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً. مادة 35 مكرراً. إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض، ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا. وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة. مادة 36. إذا صدر قرار القاضي بإبقاء الرقم الوقتي وجب التأشير بذلك في دفتر الشهر ودفاتر الفهارس واتخاذ باقي الإجراءات، وعلى الخصم ما يتعلق منها بالتصوير. وإذا صدر القرار بإلغاء الرقم الوقتي وجب التأشير بذلك في دفتر الشهر ودفاتر الفهارس، وتصادر الكفالة المتقدم ذكرها بقوة القانون، ويرد المحرر أو المحرر والقائمة لصاحب الشأن بعد التأشير عليها بمضمون القرار وتاريخه. مادة 36 مكررا. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من قدم محررا عرفيا مزورا بقصد شهر محرر أو واقعة طبقا لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50,000 ثانية، وعلى رئيس المامورية أو أمين المكتب بحسب الأحوال ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة المختصة. الباب الرابع في التأشيرات الهامشية. مادة 37. تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشي لمكتب الشهر الذي تم فيه شهر المحرر المراد التأشير في هامشه، ويجب أن يكون الطلب مشتملا على اسم الطالب ولقبه وصناعته وصفته ومحل إقامته، وعلى بيان نوع المحرر المتقدم ذكره وتاريخ ورقم شهره والسند الذي يبيح التأشير مع إيضاح تاريخه ونوعه ومضمونه والجهة التي صدر عنها وأسماء ذوي الشأن فيه، ويجب أن يكون مصحوبا بهذا السند وبسائر الأوراق المؤيدة له. ولمكتب الشهر أن يحيل الطلب إلى مامورية الشهر المختصة عند الاقتضاء، وتتبع في التأشير الهامشي وحفظ المحررات التي يتم بمقتضاها الأختام الواردة في اللائحة التنفيذية. مادة 38.
إذا تبين أمين مكتب الشهر أن طلب التأشير الهامشي لم يستوفي ما يلزم لإجرائه من البيانات، أبلغ الطالب أوجه النقص بمقتضى كتاب موصى عليه مصحوبا بإخطار وصول، ويعين في هذا الكتاب أجل لتلافي هذه الأوجه لا يجاوز شهرا، فإذا انقضى الأجل دون استيفاء الطلب أشر عليه الأمين بالحفظ مع إبداء الأسباب، وأبلغ الطالب ذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بإخطار وصول. مادة 39. لمن حفظ طلبه أن يطلب إلى أمين مكتب الشهر في خلال 10 أيام من تاريخ إبلاغ قرار الحفظ إليه رفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب الشهر بدائرتها، ويصدر القاضي قراره على النحو المبين بالمادة 35 تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لإجراء التأشير، ويكون قراره نهائيا. مادة 44. لا يجوز إجراء أي تأشير هامشي بمقتضى طلب لاحق من شأنه الإخلال بحق طالب التأشير إلا بعد انقضاء الميعاد المعين في المادة السابقة أو الفصل في تظلم الطالب على الوجه المبين فيها. الباب الخامس في أحكام القيد. مادة 41. لا يترتب على إغلاف بيان أو أكثر من البيانات المنصوص عليها في المادة 30 بطلان القيد إلا إذا نتج عن ذلك ضرر للغير، ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا من وقع عليه الضرر بسبب إغلاف البيانات أو بسبب عدم ضبطها، وللمحكمة أن تبطل أثر القيد أو أن تنقص من أثره تبعا لطبيعة الضرر ومداه. مادة 48. يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بالقائمة أو المبلغ المستحق أيهما أقل. مادة 43. يسقط القيد إذا لم يجدد في خلال 10 سنوات من تاريخ إجرائه، على أن للدائن أن يجري قيدا جديدا إن أمكن ذلك قانونا تكون مرتبته من وقت إجرائه، وكل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة 10 سنوات من التاريخ الذي أجري فيه. مادة 44. تجديد القيد واجب حتى أثناء الإجراءات التي تتخذ لنزع ملكية العقار المثقل بالحق العيني، ولكنه لا يكون واجبا إذا انقضى الحق أو ظهر العقار، وبوجه خاص إذا بيع العقار قضاء وانقضى ميعاد زيادة العشر. مادة 45. لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائي أو برضا الدائن إذا تقدير رسمي منه، ومع ذلك يكتفي في إجراء المحو في حالة رهن الحيازة العقاري وحقوق الامتياز العقارية بإقرار عرفي مصدق على التوقيع فيه. مادة 46. إذا ألغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعيا بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء. مادة 47. تكون مرتبة حق الامتياز العقاري من وقت قيده ولو كان العقد الذي أنشأه مسجلا. الباب السادس في شهر حق الإرث. مادة 48. يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمامورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، ويجب أن يكون موقعا من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو ذوي الشأن، وأن يشتمل على بيانات المورث والورثة، كذلك البيانات والمستندات المنصوص عليها بالمادة 22 ثانيا وثالثا ورابعا من هذا القانون. مادة 49. يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية: أولا الإشهاد الشرعي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث. ثانيا سند ملكية المورث على أن يراعى في شأنه حكم المادة 23 من هذا القانون، فإذا تعذر تقديمه تتبع الأحكام الواردة في المادة 23 مكررا من هذا القانون. مادة 50. يراعى في شأن الطلب أحكام المادتين رقمي 25 و27 من هذا القانون. مادة 51. يقدم الطالب للمامورية قائمة جرد العقارات معها صورة الطلب المؤشر عليها بقبول إجراء الشهر، وتؤشر المامورية على قائمة الجرد وعلى السند المثبت لحق الإرث بما يفيد صلاحيتهما للشهر، بعد التحقق من اشتمال هذه القائمة على البيانات الموضحة بصورة الطلب المسلمة للطالب، وبعد التوقيع على قائمة الجرد من طالب الشهر أو من يقوم مقامه والتصديق على توقيعه، يقدم لمكتب الشهر المختص السند المثبت لحق الإرث مع القائمة لإجراء الشهر وفقا لما جاء بالمادتين 31 و32. مادة 52. تطبق أحكام المواد 33 و34 و35 و36 كلما كان لذلك وجه. مادة 53. تطبق المواد 48 وما يليها على حقوق الإرث التي تنشأ ابتداء من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أما حقوق الإرث السابقة على هذا التاريخ فلا تطبق في شأنها المواد المذكورة إلا اختيارا. مادة 53 مكررا. يجب على الموظفين المختصين في أي جهة كانت تقديم البيانات والأوراق التي تطلبها جهات الشهر العقاري خلال 20 يوما من تاريخ طلبها، ويجب لأمين مكتب الشهر في الحالات التي يتعين فيها الحصول على بيانات لا تتصل بالملكية أو الحقوق العينية الأخرى من جهة إدارية أو استطلاع رأيها قبل إجراء الشهر أن يأذن بالمضي في الإجرارات بعد فوات شهر من تاريخ وصول إخطاري إلى تلك الجهة بذلك بكتاب موصى عليه بعين وصول، ويجوز مد هذا الأجل إذا قامت أسباب تبرر ذلك. الباب السابع أحكام وقتية. مادة 55. لا يسري هذا القانون على المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتا رسميا قبل أول يناير سنة 1924 ولا على الأحكام التي صدرت قبل هذا التاريخ، بل تظل هذه المحررات والأحكام خاضعة من حيث الأثر التي تترتب عليها لأحكام القوانين التي كانت سارية عليها. مادة 55. استثناء من حكم المادة 23 تقبل للشهر المحررات التي تم توثيقها أو التصديق على توقيعات المتعاقدين فيها أو التي صدرت في شأنها أحكام بصحة التعاقد أو التوقيع قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكانت تستند في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني لمحررات عرفية تحمل تاريخا سابقا على سنة 1924. مادة 56. جميع المحررات التي تم شهرها في جهة من الجهات المختصة وفقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون تكون حجة على الكافة من وقت العمل بهذه الأحكام. مادة 57. استثناء من أحكام المادة الثالثة من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية المحررات التي تجيز القوانين الأخرى أو قرارات رئيس الجمهورية أو قرارات رئيس مجلس الوزراء شهرها بهذا الطريق.
مادة 58. على أصحاب العام الحيازة العقاري وحقوق الامتياز العقارية السابقة أن يقوموا بقيد حقوقهم في خلال 10 سنوات من تاريخ تسجيل العقود المرتبة لها، أو في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، أي مدة أطول. فإذا لم يتم القيد في